السيد رئيس الحكومه نطلبك الله يخليك ونترجاك ونشدك كفريق حركي، وغالبا جميع الاخوان كيتقاسموا معنا هذه الاشكاليه، وهي اشكاليه اجتماعيه انسانيه، وهي ديال التسقيف. السيد رئيس الحكومه راه هاد شباب كاين اللي وصل 30 عام وسيمانه، 30 عام وشهر، راه خاصكم تلقاو لهم شي حل. الله يجازيك بخير، راك بينتوا على انكم عندكم واحد الاراده قويه ومشكورين باش تحلوا هذا المشكل ديال التعليم. فهاد الناس فين غادي يمشيو؟ اعطيوهم فرصه وعلموهم، ديروا واحد سنتين، قولوا ديرها من هنا واحد سنتين ولا سنه، راه التسخيف غادي يكون على باش الواحد تيدير حسابه. واحد دابا تيقرا راه وصل 29 عام، الا شاف انه غادي يوصل 30 وما يكونش عنده الافاق باش يدوز امتحان، يدوزو في 29، ما يمشيش يكمل القرايه ديالو، يدير الدكتوراه ولا يدير، يجي يستافد. ولهذا كنلتمسوا منكم مره اخرى وكنشدكم السيد رئيس الحكومه، لان انتم اللي خصكم تقرروا في هذا، وانتم اللي تقدروا تاخذوا القرار فيه، ان هذه المساله هذه تاخذوها بعين الاعتبار، تاخذوها بجديه، لان تكلمتوا على الجديه، تاخذوها بجديه ياك ما تفكوا هذا المشكل.